بنت فقيرة بتتعرض لظلم كبير بسبب شاب مشهور بالسوشيال ميديا. بتضطر إنها توافق بشروطه بسبب ظروف أبوها المريض بالتأخر العقلي. بس يا ترى هتحب الشاب ده ولا هتنتقم منه؟ علشان تعرفوا إيه الحكاية تابعوا معانا الملخص للنهاية. واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث بزينب وهي بتلف في البيت وهي مبسوطة جدا بيه. بس أول ما بتقولها ستارة إنها هتعيش فيه بشرط إنها تضحي بكل حاجة حتى عيلتها وتعيش فيه لوحدها، بترفض زينب عرضها. بتقولها إنها مش هتقدر تتخلى عن والدها وجدها. بتحاول ستارة تقنعها لكن مفيش فايدة. بيخرجوا من البيت وبتستأذن زينب علشان تمشي بعد ما بتوعد نفسها تيجي في يوم للبيت ده وتفتحه هي وعيلتها كلها. أول ما بتمشي بيروح أوزان لستارة علشان يفهم منها اللي بيحصل، فبتسأله على اللي مخبيه هو وزينب عن والدها. وبيمثل إن هو ما يعرفش حاجة عن والدها وبيسيبها وبيمشي، وده بيخلي الشك يدخل لقلبها فورا. بترجع زينب للبيت وبتشوف قدير والجد واقفين بيحاولوا يخرجوا الهدايا ويصلحوها، وبتروح تقول لهم إنها مش زعلانة منهم وبتاخدهم وبترجع للبيت. وبالليل أوزان راح يزور عيلته في بيت صالح علشان يطمن على أسماء اللي بتطلب منه ياخدها تتمشى معاه بره. وأول ما بيخرجوا من البيت بتوريله الفيديو اللي صورته له وهو بيكلم ستارة، بتهدده إنها ممكن تنشره في أي وقت وده هيضعف شهرته جدا، وإنها مش طالبة منه غير إنه يعاملها على إنها أخته زي صالح أخوها، لأنها ما كسرتش رجلها على الفاضي. وقالت له إن الوكالة ممكن تسمح له يعتني بيها وهي مريضة على الأقل. بعد ما بيخلصوا كلام بيدخلوا البيت وبتقول أسماء لوالدتها إنها هي وبسمة هيفضلوا في بيت أوزان لحد ما الجبس بتاعها يتفك، وما بيقدرش أوزان يقول حاجة. بتبقى مينيا راحت لستارة البيت علشان تجيب لها معلومات عن والد زينب وما بيكونش عندها معلومات كتير، فبتقول لها ستارة إنها بكرة تكون في الوكالة مع أوزان وزينب وهي هتشوف موضوع أبوها بنفسها. تاني يوم بتخرج إبك ونعمة يروحوا المستشفى، وبتخرج تركان وفوزي علشان يوصلها لشغلها ويدور هو على شغل. بتخرج زينب مع والدها تركب العربية اللي هتوصلها للوكالة وبتمشي. بتبقى ستارة واقفة من بعيد بتراقبهم وبتنزل علشان تتكلم مع قدير. بيقعدوا يتكلموا سوا وبتفهم إن هو مش طبيعي. بتنزل الجدة تقعد معاها وبتفهمها حالة قدير وبتستأذن ستارة علشان تمشي. وبعدها بتسلم على قدير وبتقوله إنها اتشرفت بمعرفته، وبيبقى قدير مبسوط جدا لأنها قالت كده. بتوصل زينب للوكالة وبتدخل عشان تستعد للتصوير، وبيجي أوزان يهنيها على خطتها في كشف حقيقة أبوها لستارة. فبتقوله إنها واثقة في ستارة أكتر منه. لما بيقول لها إنها لسه مش عارفة ستارة كويس بتقوله إنها عارفاه هو وده كفاية، أو بتسيبه علشان تجهز. بتبقى إيبك مستنية عمتها قدام المستشفى بتشوف صالح وعيلته وهم جايين علشان أسماء، وبتروح تتعرف عليهم وبتخرج نعمة وبيمشوا سوا. بترجع ستارة للوكالة في الوقت اللي بتبقى زينب وأوزان فيه في جلسة التصوير. بعدها بتاخد مينيا المكتب وبتتكلم معاها على إنهم هيستفادوا من قدير جدا علشان يكملوا قصة زينب المسكينة اللي والدها شخص مريض عقليا، وبتهتم بيه وتقدر تكسب استعطاف الناس أكتر ليهم ويكسبوا أرباح عالية. لما بتخلص زينب تصوير بتكلمها تركان وبتسألها عن السبب اللي خلى ستارة تزور البيت عندهم. بتقول لها إنها تتصرف، أو بتروح مينيا تطلب منها تكلم ستارة فبتدخل لها المكتب. أول ما بتسألها ستارة عن السبب اللي خلاها تخبي عنها حالة أبوها بتقول لها إنها عايشة من غير أب من صغرها رغم وجود والدها جنبها، وإن أي كلمة صغيرة بتجرح مشاعره أو بتخليه حزين، أو إنها من زمان ما بيسمعوش غير السخرية والتريقة على والدها، علشان كده كانت بتحاول تحميه لأنه ما يقدرش يحمي نفسه. بتتأثر ستارة بكلامها جدا وبتخرج من المكتب تحذف الخبر اللي كانت مينيا هتنشره. بتقول لها ان هما مش هينشروه دلوقتي بحجة ان هما هيقابلوا انتقادات كتير، او بتسيبهم وبتمشي. بعدها بتدخل تتكلم مع زينب عن بقية التفاصيل بتاعتها وبتقترح عليها يشغلوا فوزي في الوكالة علشان يبطل يضايقها ويكسر لها حاجتها. في البيت بتكون نعمة وإيبك بيعملوا حساب لنعمة على برنامج الأصدقاء علشان يجيلها عرسان، لأن نعمة حكت لإيبك عن اللي حصل وخلتها تتعاطف معاها جدا وقررت تساعدها. بتخرج زينب علشان ترجع للبيت وبيقف أوزان يتكلم مع ستارة اللي بتقوله إن هو عمل حاجة زعلتها من وراها لكنها مش زعلانة، أو بتسيبه وبتمشي وهو متأكد إن الموضوع مش هيعدي على خير. وفي الليل بتستعد زينب علشان تروح لبيت أوزان وتعمل لعيلته مفاجأة زي ما طلبت منها ستارة، وقالت لها إن والدة أوزان كلمتها وكان باين عليها جدا الحزن وإنهم لازم يصلحوا الموقف.
بعد ما بتقفل ستارة مع زينب بتفضل تتكلم مع أرديش عن اللي حصل، وبتقوله إنها ما تعرفش فعلا معنى العيلة لأنها اتولدت من غير ما تلاقي والدها جنبها، ووالدتها كانت بتكرهها، حتى هو كان بيضربها قبل ما يتعب، وبيبان إن ستارة عاشت حياة قاسية جدا وصلتها للي هي عليه دلوقتي. بتروح زينب لبيت أوزان، بتسلم على كل إخواته ووالدته كمان. بيكون صالح وأوزان في الأوضة بيتكلموا. بيخرج صالح أول ما بسمة بتنادي عليه، بيفضل أوزان في الأوضة بيحاول يصالح ستارة لأنه عارف إنها مش هتعدي الموضوع. وأول ما بتشوف زينب صالح بتفتكره جاي ياخد حسابه لما وصل أوزان، وبتديله الفلوس بين كل إخواته. بعدها بتفهم اللي بيحصل في البيت، وبيخرج أوزان وبيتواجهوا كلهم مع بعض. بتبقى الأم وإخواته مش مصدقين إن ابنهم خبى أخوه كمان عن العالم، بيفضلوا كلهم مصدومين من اللي بيسمعوه لحد ما بيفقد أوزان السيطرة على نفسه، وبيفضل يقول لهم إن هو عمل كده علشان يقدر يعيشهم حياة كويسة، وإن كل حاجة في اسطنبول ليها تمن، وده كان التمن ليه علشان يوصل للي هو فيه دلوقتي. تاني يوم بتكلم زينب ستارة وبتحكي لها اللي حصل في بيت أوزان، وهي حاسة بالذنب جدا، وبتمثل ستارة إنها متفاجئة جدا ومش مصدقة اللي حصل. بعدها بتعزمهم على الفطار هي ووالدها في البيت، وبيبقى قدير مبسوط جدا لأنه بيحبها وفاكرها طيبة. بيرن موبايل بيت ستارة، ولما بترد عليه بتسمع صوت موسيقى دايما لأن أرديش بيشغلها. لما بتطلع أوضته بيرن عليها الشخص المجهول مرة تانية وبيشغل نفس الموسيقى، وده بيخليها تتوتر جدا لكنها ما بتهتمش وبتروح تجهز علشان الضيوف. بيوصل قدير وزينب للبيت اللي بيفضلوا معجبين جدا بشكله وبجماله وحجمه كمان. بيقعدوا يفطروا مع ستارة اللي بتفضل تحكي لهم عن جوزها أرديش اللي بيسافر من بلد لبلد علشان يكتشف العالم، وهو دلوقتي مسافر. في الوقت ده بيكون أوزان راح للوكالة، ولما بيعرف إن ستارة مش هناك بينزل علشان يروح لها البيت. بيكون قدير بيشرب العصير بيوقعه بالغلط على هدومه. بتاخده المساعدة بتاعة البيت علشان تخليه ينظفهم. بيوصل أوزان للبيت وبتنزل المساعدة تفتح له الباب، وبتنسى إن باب أوضة أرديش مفتوح وبيشوفوا قدير، وقبل ما بيتكلموا بتكون مساعدته وصلت وبتنزله تحت. بيبقى أوزان متفاجئ جدا من الزيارة الغريبة للصبح وبيسلم على قدير. بعدها بتستأذن زينب وبتمشي، وبيقول أوزان لستارة إنها خطرت لما خسرته، وبتقوله إنها لو خسرته هو هيتمحي ومش هيلاقي حد معاه، وإنه يفكر لحد يوم الحملة في قراره، بعدها يشوف هو عايز إيه. وبيمشي أوزان وهو مقرر أصلا اللي هيعمله. بتكلم ستارة مينيا وبتقول لها إن هما لو ما قدروش يسيطروا على أوزان لموعد الحملة هيستخدموا خطتهم البديلة، وهي زينب وأبوها. وبيبدأوا يعرفوا إزاي أبو زينب اتعرف على زوجته وكل أخباره. وبيكون دراك ابن أرديش وصل للبيت، وأول ما بتشوفه ستارة بتتخض جدا وبتسأله عن السبب اللي خلاه يرجع تركيا، فبيقول لها إن هو بيسعى ورا أبوه وعايز يعرف مكانه. بعدها بيقعدوا يتكلموا مع بعض عن رحلته، ولما بيسألها عن والده بتقوله إن هو مسافر كعادته ولسه مرجعش. بيودعها علشان يمشي لكنه بيبقى متأكد من إنها مخبية حاجة عليه وهو هيعرفها. أما أوزان بيلغي متابعته من على الصفحة لزينب، بينتشر الموضوع بسرعة جدا وبتبقى كل الناس مش فاهمة اللي حصل. بترجع زينب للبيت وبتعرف من إيبك الموضوع بالصدفة، وبتتصل بستارة اللي بتقول لها ما تقلقش وإنها هتحل كل حاجة. في الوقت ده بيرجع دراك للبيت بتاعه وبيقابل تركان اللي بترحب بيه وبتقوله إنه قدامها كام يوم وتخلص البيت كله. بعدها بيجيله مكالمة من بنار بتعرفه إن أوزان لغى متابعته لزينب وإن الكرة دلوقتي في ملعبه. بيبقى أوزان راح لبيت صالح علشان يقنع بسمة تفضل قاعدة معاه وتديله فرصة تانية، وبعد جهد بتوافق تقعد معاه علشان تهتم بأسماء أختها. وفي الطريق وأوزان راجع مع بسمة بتوصله رسالة من بنار بتقوله فيها إن دراك راجع من السفر وعايز يتكلم معاه. بيتصل بيه دراك وبيتفق معاه إن هو هيروح له البيت علشان يتكلموا سوا. بيوصل أوزان للبيت وبيلاقي ستارة قاعدة مستنياه هناك وبينزل علشان يوصلها. وفي الأسانسير بتطلب منه ستارة يرجع متابعته لزينب لأن الحملة هتقع منهم لو فضل معاند كده. فبيقول لها إن هو اختار خلاص وإنه مش هيرجع في قراره، وبتخرج ستارة وهي متعصبة منه جدا. بيكون دراك وصل للوكالة وبيطلع لبيت أوزان وبترحب بيه بسمة لحد ما أوزان يرجع. بيقعدوا يتكلموا سوا وبيتفقوا على تنفيذ حاجة معينة. وبالليل بتبقى منيا شاكة إن صالح بيخونها بسبب اللي أوزان قاله لها، وبتخليه يتصل بأبك وبتاخد منه الموبايل. بتفضل تزعق لها وبتقول لها تبعد عن حبيبها، وبترمي الموبايل لصالح وبتطلب منه يمشي ويسيبها لأنه خاين. بيبقى صالح مش فاهم هو عمل إيه،
فبتقول إن أوزان قال لها إن إيبك حلت محلها أو بتسيبه وبتمشي وما بيقدرش صالح يشرح لها. تاني يوم بتكون نازان رئيسة الحملة اللي هتتعمل لزينب وأوزان بتكلم ستارة وبتقول لها إنها فقدت الأمل في وكالتهم بعد اللي حصل من أوزان، وإنها ندمانة لأنها قررت تصمم الحملة دي علشانهم هما. أو بتكون ستارة مش عارفة تعمل إيه. بتكون منيا وصلت للمكتب وبيبان عليها التعب والإرهاق، فبتبدأ تجهز نفسها. أو بتلاقي نازان وصلت للوكالة، وأول ما بتبلغ ستارة بتستغرب جدا لأنها كانت لسه بتكلمها وما قالتش أي حاجة عن زيارتها، وبتقول لها إنها تيجي حالا. في الوقت ده بيوصل دراك للوكالة وبيدخل لنازان، وبعد شوية بيوصل أوزان وبيدخل لهم. بتفضل زينب تهون على إيبك اللي حصل معاها وبتقول لها إن هو قريب جدا من أوزان وأكيد فيهم نفس الطباع. بعد كده بتقوم علشان تستعد للاجتماع اللي عندها. بتنزل تقعد مع جدها قبل ما تمشي، اللي بيفضل يحذرها من ستارة أو بيقول لها ما تثقش فيها وتحمي والدها منها لأنها شريرة أو مش زي ما قدير بيقول عليها ساحرة. أما نعمة بتاخد قدير علشان تروح ميعاد مع شخص اتعرفت عليه من برنامج الأصدقاء، وبتروح زينب للوكالة. في الطريق بتشوف بس مباشر لأوزان بينفي فيه إشاعة إن هما انفصلوا، أو بتخمن إن هو رجع في قراره. بتوصل ستارة للوكالة بعد ما شافت هي كمان البث، وبتفتكر إن هو عمل كده علشان الرسالة اللي بعتتها له. وقبل ما بتدخل لغرفة الاجتماعات بتلاقي دراك نازل هو ونازان بعد ما قدر يقنعها تفضل معاهم في الحملة وأنقذ الموقف. وده بيخلي ستارة مصدومة من أوزان اللي باعها بغبائه وبقى في صف دراك، وبتطلع لمكتبها تفضل تكسر فيه من كتر العصبية. بتوصل زينب للوكالة وبتكون مستغربة جدا من الضجة اللي حاصلة، فبتقول لها منيا إن دراك ابن جوز ستارة جه وأخد كل حاجة لنفسه. فبتطلع زينب تطمن على ستارة. أول ما بتدخل المكتب بتلاقيه كله متدمر وفوق بعض، وبتلاقي ستارة قاعدة في آخر المكتب على الأرض وبتعيط. بتفضل تتكلم معاها وبتحاول تهون عليها وبتقول لها إنها جنبها في أي وقت. وبتفضل ستارة تقول لها إن دروك شخص مش سهل أبدا ومش هتقدر تحميها منه، لازم تحمي نفسها بسرعة. وبينزلوا هما الاتنين من المكتب وبيقف دراك يتعرف على زينب اللي بتتعامل معاه ببرود. وقبل ما ستارة تخرج بيقول لها دراك إن هو هيروح لبيت والده النهاردة. بتخرج زينب وستارة وبيحاول فوزي يتكلم مع زينب، لكن ستارة بتقوله يتكلم معاها بالألقاب لأنه مش في البيت، وده بيزعله جدا. بنرجع لنعمة اللي بتكون قاعدة مع مسعد أو بيتكلموا سوا، وبيبقى قدير قاعد بعيد عنهم لكنه بيتصرف تصرفات غريبة بتخلي مسعد يروح يتكلم معاه. ولما بيعرف إن هو قريب نعمة بيطلب منها تجيبه المرة الجاية للمحل بتاعه. وبعد ما نعمة بتمشي بيكلم مسعد شخص في الموبايل وبيقوله إن هو مش هيقدر يستفاد من نعمة بحاجة لكنه هيقدر يستفاد بأخوها جدا، وبنكون مش فاهمين بيتكلم عن إيه. بترجع نعمة وقدير للبيت في الوقت اللي بترجع فيه زينب وستارة، وبيفضل قدير يكلم ستارة عن جوزها اللي بيلف العالم وإنه شافه، لكن الخدم مرضيوش يدخلوه وقالوا له إنه مش هو. بتتوتر ستارة جدا وبتقول لهم إن هو أكيد شاف حاجة غلط، وبتستأذن وبتمشي بعربيتها بعد ما قالت لفوزي يرجع بيته. وبتكلم الخدم وبتفضل تتوعد لهم عن اللي عملوه لأنهم خبوا عليها حاجة زي كده. في الوقت اللي بيبقى دراك فيه في البيت وعمال يتمشى فيه، لما بتعرف ستارة إن هو بيتمشى في البيت وممكن يطلع لأوضة والده بتسوق بسرعة جدا علشان تلحقه. وبيبقى دراك طلع للدور اللي فوق وبيحاول يفتح الأوضة اللي فيها والده، لكنها بتبقى مقفولة بالمفتاح وهو بيبقى مقيد وما بيقدرش يتكلم. بتوصل ستارة في الوقت المناسب وبتقوله إن والده بيقفل أوضته دايما لما بيسافر كعادته. لما بيسألها عن النسخة الاحتياطية اللي معاها بتقوله إنها هتكلم بتوع الصيانة يفتحوا الباب لأن مش معاها نسخ. بيجي الليل وبيبقى دراك قاعد في بيته ومتأكد إن ستارة مخبية حاجة عنه، وبتبقى ستارة بتحجز رحلة لجوزها علشان تخليه ينقل من البيت ويعيش في بيت تاني بعيد عن تركيا علشان ابنه ما يوصلوش ويعرف إن هو مريض بالزهايمر ويطالب بحقوقه كواريث شرعي وياخد منها كل حاجة عملتها. أما زينب بتتكلم مع فوزي وبتفهمه إن شغلهم مختلف عن أي شغل تاني وإنها بتحبه جدا رغم الخلافات اللي حصلت ومش عايزاه يزعل منها. وبيقوم فوزي وهو حاسس بالذنب ناحية زينب واللي بيعملوه فيهم. بعدها بتدخل لأوضتها وبتلاقي نعمة موجودة فيها بتوري لها صورة مسعد وبتقول لها إنها مبسوطة جدا وحاسة إن هو الشخص المناسب. بيبقى أوزان وصالح بيلعبوا مع أخواتهم ماتش وبيبان إن هما متخانقين وبيدخلوا علشان يتكلموا مع بعض، فبيطلب منه صالح يبعد عن حياته أو ما يتدخلش فيها تاني أو بيسيبه وبيمشي وهو متعصب جدا. بتكون ستارة بتجهز الرحلة لأرديش
أو بتكون عايزاها في أقرب وقت، لكنهم بيقولوا لها إن الميعاد تاني يوم بعد الظهر، وبتبقى مضطرة تستنى علشان أرديش بيخاف من الطيران وهيسافر بري. تاني يوم بيروح دراك ياخد زينب بدل السواق اللي بيروح لها، وبتبقى مستغربة جدا من وجوده. بعدها بتستأذن منه وبتروح تجيب محفظتها أو بتسيبه مع والدها. بتبقى ستارة قاعدة مستنية الوقت يعدي في أسرع وقت، وبتلاقي أوزان رايح يتكلم معاها، وبتحاول تخليه يخلص كلام بسرعة لأن وقت الرحلة قرب ولازم تطلع تجهز أرديش. نرجع لقدير اللي بيفرح جدا إن دراك ابن الراجل اللي بيسافر العالم كله، وبيقولوا إن هو شافه امبارح بس ما قدرش يدخل يسمع منه قصص حول العالم. بيفضل دراك يسأله عن المكان اللي شافه فيه وبيقوله التفاصيل بالظبط. بيبدأ يحكي له إن هم كلهم عند الساحرة، وطلع ينظف هدومه من العصير وهو كان في الأوضة فوق، وبيطلب منه دراك يروح معاه. وبتخرج زينب ما بتلاقيش والدها موجود، وبتفضل تدور عليه في كل مكان. بتحاول تتصل بيه لكن دراك بيقوله إن هو لو قال لها هتعرف ستارة ويبوظوا المفاجأة. وبتكون ستارة بتحاول تخرج أوزان بأي طريقة من البيت، وبيحس إنها خايفة من حاجة. لما بيقف يتكلم معاها بتلاقي دراك بيدخل البيت جري وبينادي على والده. بيطلع الأوضة بسرعة وبتشوف ستارة قدير وبتفهم اللي بيحصل. بيفضل دراك يحاول يفتح الباب ويخبط عليه لكن من غير فايدة، فبيقرر يكسره. هو أول ما بيكسره بيشوف والده قدامه وهو مقيد، وبيكون أوزان هو كمان مصدوم من اللي بيحصل. بيفضل قدير تحت وبيتكلم زينب وبيقول لها إن هو خايف جدا وعايزها تيجي تاخده من بيت الساحرة، فبتركب تاكسي بسرعة علشان تروح تلحقه وتشوف اللي بيحصل. بيدخل دراك يفك قيود والده وبيحاول يتكلم معاه لكن من غير فايدة، فبتطلع له ستارة أوراق العلاج بتاعه وبتقوله إنها كان لازم تعمل كده علشان تحميه وتحمي نفسها والوكالة كمان، فبيطردها بره الأوضة. بيمشي أوزان بعد ما بيقول لها إنها شيطانة وما بترحمش أي حد. لما بتنزل لتحت بيفضل قدير يهون عليها وبيحاول يضحكها لحد ما بتحضنه وبتنهار من العياط، وبيفضل هو كمان يعيط معاها. بتوصل زينب وبتدخل علشان تلحق والدها، وأول ما بتدخل بتلاقي ستارة حضنته وبتقف وهي مش فاهمة أي حاجة. يا ترى دراك هيعمل إيه في ستارة بعد ما لقى والده، وزينب هتعمل إيه مع ستارة لما تعرف حقيقتها؟ أوزان وصالح هيبقى موقفهم إيه من بعض؟ كل ده وحاجات تانية كتير هنشوفها في الملخص اللي جاي، فاستنونا. اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات وعايزين الملخص اللي جاي امتى. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا، واللي ما شافش الحلقات اللي فاتت هيلاقيها في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.